طلاق لا. سمعنا يا فريد، طلاق لا. مش جونا الطلاق ده. هقول لك على حاجه، صاحب عليها، اتجوز عليها، لكن تطلق. فريد، انت عندك عيال، عندك بنات، ذنبهم ايه بقى في الحوار اللي بيحصل بينك انت ومراتك؟ بقول لك ايه يا منعم؟ ما تحكمش على الامور من وجهه نظرك انت. بقول لك ايه يا عم صبري، ظروف ايه؟ احنا طول عمرنا عارفين ظروف بعض واسرارنا مع بعض. خلاص يا منعم، خلاص. صبري، حياتي مع جيهان فعلا وصلت لطريق مسدود، وكل واحد لازم يكمل لوحده. وبعدين ما انت عارف كل يوم والتاني غضبانه وراح تقعد عند اهلها، والراجل قاعد مع البنات لوحده، ما ترجعش البيت الا لما يروح يعتذر ويرجعها. ايه يا عم الرقيق؟ ايه يا عم الحنين؟ انت جاي ايه تنفخ في النار؟ اهدى، احنا جايين نحل مش نربط، سامعني؟ يا جماعة مفيش داعي للعصبية دي، أنا خلاص خدت قرار ومش هرجع فيه. حياتي مع جيهان لازم تنتهي. أنا آسف طبعا إن أنا أقول حاجة زي كده، بس هي دي الحقيقة. وجود جيهان جنب البنات هيوديهم في سكة تانية خالص. يعني أبقى أنا عمال أربي في بناتي بطريقة معينة وهي بتعمل عكسها. أنا مش مستعد أخسرهم حتى عشانها. اهدى بس يا فريد. انا بقترح يا صبري ان احنا نبعت ستاتنا يقعدوا معاها ويدردشوا واحده واحده كده، يمكن يعرفوا يحلوا الموضوع والميه ترجع لمجاريها. برضه الستات لهم طريقه غيرنا خالص. ولا ده برضه هينفع يا عمنا. أنا كمان ما عنديش استعداد أقبل أي شروط تحطها جيهان عشان ترجع تعيش معايا. طب انت بتسبق ليه دلوقتي؟ ما يمكن توافق من غير شروط. يا صبري دي مراتي، أنا أدرى بيها. جيهان في دماغها حاجات، في دماغها شروط معينة وعمرها ما هترجع عنها. يا اخي اللي انا مستغرب له، ايه اللي وصلكوا للوضع اللي انتوا فيه ده؟ معقول الحب ده كله يروح في ثانيه كده؟ بيني وبينك هو ده السؤال اللي أنا مش لاقي له إجابة. عمال أسأل نفسي، إيه اللي يخلي واحدة ست تتغير 180 درجة لمجرد إنها بتخلف بنات؟ هل فكرة وجود الولد بالنسبة للأم هو ده الأمان؟ وأنه أمان؟ هو امان مادي وبس. من وجهه نظر القانون ان انت لو خلفت ولد هيمنع اي حد انه يتدخل في الميراث بعد عمر طويل، حتى لو كان اخوك. عندك حق. تعرف يا صبري إنها قالت لي نفس الكلام. معقوله؟ اخص عليك يا جيهان. بس اقول لك يا فريد، ربنا يعوض عليك. قول لي يا فريد، انت هتروح لها امتى؟ على طول. خلاص هروح معاك. تيجي معايا كصديق وكضيف أهلا وسهلا، لكن من فضلك يا صبري اوعى تتدخل في أي صغيرة أو كبيرة. أنا واخد قراري ومش هرجع فيه. يا ساتر على دماغك. حاضر يا سيدي، موافق. ها هتيجي معانا يا منعم؟ انت عارف جيهان ما بتحبنيش ويمكن وجودي بوظ الدنيا. انت روح معاه ولغيني بالتليفون. ما تفضونا بقى من السيرة دي وشوفونا هنتغدى إيه. انت عجيب قوي يا اخي، يعني برغم كل اللي انت فيه ده وعايز تاكل. الله يرحمها كان ليها جملة مقصورة بسمعها وأنا صغير، تقول لك البطن ما تحزنش. وبعدين خلاص، ما دام خدت قراري حتى ولو كان بالانفصال يبقى المشكلة اتحلت. خلاص انا عازمكم وامري لله. ها هتاخد ايه؟ أي حاجة، أي حاجة خفيفة. وانت يا منى؟ اي حاجه تقيله. كوارع. شايف إيه؟ يا عم صاحبك برضه. مش هو اللي بيقول لك الحاج الله يرحمها بيقول لك البطن ما تحزنش؟ حصل يا عم الحاج. حصل يا منعم، وألف هنا